علي عمي، شكرا لك يا ضيفنا. الآن هذه المسألة هل نحن كتبناها من عندنا أم هي موجودة في الكتب؟ ما صدق بالمكتبة الشيعية. تعال نطلع يا شيخنا يا حبيبنا يا تاج راسنا يا شيخنا أبو البراء. هي المكتبة شو اسمها؟ مكتبة أهل البيت. هلأ بطلع لك إياها إنه أهل البيت. منهاج الصالحين جزء 3 الصفحة 82 مسألة رقم 260 قال يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة وأن يسأل عن حالها قبل الزواج مع التهمة مع أنها ذات بعل زوج أو ذات عدة أم لا. قال بعدها وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة. نقطة، انتهى. بدأت مسألة أخرى. الآن نعود لنخبرك من أين جلب هذه الفتوى. جلبها من كتاب اسمه تحرير الوسيلة، شوفوها، للخميني. شوفوها، تنزيل الكتاب، مطالعة الكتاب أمامكم على الكاميرا. تحرير الوسيلة للخميني 292 مسألة 17 يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ولسؤال عن حالها قبل التزوج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وأما بعده فمكروه وليس السؤال والفحص عن حالها شرط في الصحة. تفضل. ابو عمر انت معاي؟ كملت؟ لحظه نعم انت معاي؟ يلا كملت. نعم لا خليني اجاوب على ابو عمر، علي الحجامي اهدى شوي. يلا تفضل. ايش هذا يا علي الحجامي؟ اقرا معي الان، اقرا معي. ايش هذا؟ يلا ايش هذا؟ هذا منهاج الصالحين الجزء الثالث للسيد السيستاني. علي يلا نمشي مشان ما تقولوا غيرت شيء. سنمشي رويدا إلى أن نصل درجن شيخ أبو البراء. درجن يا أبو عمر. درجن مشان ما تقول غيرت شيء. يلا درجن صرنا بالصفحة الآن 20 25 درجن. أنا نزلت لك الكتاب بالوقت اللي أنت تتهرب وجايب كتاب لاعبين فيه أنت والشيعة تفكروا أهل السنة ما عندهم مصادر. هسه نشوف يتهرب. يلا كمل. يلا هسه نشوف. هذا قدام عينك، عيني قدام عينك أبويا، هذا قدامك خويا. اهدى، صلي على محمد وآل محمد. يلا عيني يلا. اللهم صل على محمد. صرنا بالصفحة 60 بويا، بالصفحة 61 بويا، 69 بويا. درجن. المسألة 239 250. هاي المسألة كم دقيقة؟ هاي الصفحة كم يا أبو عمر في هذا الكتاب؟ 80. كم رقم المسألة هاي؟ مو شايفين. دقيقة شنو ماله؟ والله فضيحتك بقلاقل صارت مباراة. يلا كمل. شو بدك تكمل؟ يلا هذه المسألة 260 وهاي الصفحة شنو؟ شوف شنو الصفحة هذه يا جماعة؟ شنو الصفحة هاي أبو عمر؟ صفحة 82. يلا كم رقم مين اللي لعب بالقسط يا مشرفين؟ كم رقم المسألة يا ناس؟ صفحة 82. يجب أن تكون عندك صفحة 82 مسألة رقم 260 وموجودة بالمكتبة الشاملة الشيعية بذلك. يلا اقرأ يا علي، اقرأ يا علي الحجامي، اقرأ أنت، اقرأ بنفسك. يلا اقرأ أنت. كمل. التعليق من أنا بتكمل. كمل. يلا يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة وأن يسأل عن حالها يا مشرفين قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في صحة العقد. شنو؟
شنو اعترف؟ افتح لي البي دي اف اللي جايب، افتح البي دي اف اللي جايبه انت. يلا 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 نفس كلامي. شوف الان غيرت كلامك. كبرني 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 يلا كبرني. تعال يلا افتح كبرني 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 كبرني. يلا كبرت. اذا انت رجال كبرني واقرا. يلا وريني. اذا انت رجال كبرني واقرا. يلا يلا كبرني. يلا وريني. كبرني 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 واقرا. مكبر انت مكبر. لكن كبر ان شاء الله ما بتكبر اكثر من هيك. كبرني واقرا. صورتك كبيرة يا ولد. لحظة يلا كبرني. يلا اقرا يلا. انت مكبرين صورتك. يلا اقرا. يلا كبرني كبرني. الان انت اقرا انت اقرا افتح. يلا اقرا كبر انا وياك اتبع. يلا انا ماني شايف اقرا انت. يلا يلا نقرا سوا. يلا اقرا. اذا اكو اختلاف انا غلطان، واذا ما اكو اختلاف انت الكذاب. يلا لا انت اقرا انت اقرا. لك اقرا يا بني ادم اقرا. يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة. يلا كمل ماني شايف الا مؤمنة عفيفة. يلا لك انا قاعد اقرا. الان انت اقرا وانا اتبع. الان يستحب ان تكون تفضل. المتمتع بها مؤمنة عفيفة. كمل. كلمة الأحوط لزوما من وين جبتها؟ كمل انت. هذه عندي نفس المسألة. من وين جبت الأحوط لزوما يا كذاب؟ كبروا الصورة مشان نوريها للناس يا أخوة. الأحوط لزوما من وين جبتها يا كذاب؟ الآن الأحوط لزوما من وين جبتها يا كذاب؟ يلا اعطيني مجال. الأحوط لزوما من وين جبتها يا كذاب؟ يلا كمليت. من وين جبت الأحوط لزوما؟ من وين جبت يلا كمليت لزوما؟ الآن ايه كملت. اعطيني مجال اتكلم. يلا اعطيني مجال. يلا نتكلم. معدلين عليه انتم وتضحكون على الناس، وعرضنا لك 3 مصادر ولا زلت على كذبك. يلا كملت. استلم يا ابو عمر. يلا كملت الان. اعطيني مجال خليني اتكلم. شوف اخواني. يلا اتكلم. استاذنا العزيز، اولا بالنسبه لي الان انا هذا البث راح انشره. زين هاي وحده. 2 امام الجميع. اما اكون انا كاذب زين، وندعو انا وياك الى الله سبحانه وتعالى. اذا كنت انا كاذب وهذه انا مسويها الاحوط لزوما، ابو حمزه افتح لك اتركنا من كذبك. نسال الله انا وياك نسال الله انه لا اتركنا من كذبك الان. اتركنا احنا قاعدين نعطيك مصادر امام الناس. والله العظيم هذه تحشرك. احنا قاعدين نعطيك مصادر امام الناس. احنا اللي قاعدين نعطيك مصادر. الان هذا بابا مصادر. انا بعطيك مصادر. شنو اللي يثبت انه انت كاذب؟ انت صادق وانا كاذب. اهدى. اول شيء ابو عمر فتح لك المكتبه الشيعيه، تمام، وفتح لك تحرير الوسيله، وانا نزلت لك الكتاب امام الناس و3 مصادر ما فيهن كلمه الاحوط لزوما. من وين جايب كلمه الاحوط لزوما؟ ومن وين جايب؟ من وين جبتها علي؟ علي من وين جبتها؟ من وين جبتها علي؟ بس من وين جايب الاحوط لزوما؟ افتح، خليه يفتح الكاميرا ويخرج. هل يوجد احوط يا اخي غير خلونا نتكلم. عنده فيديوهات هذا بالملفات حاطه يا ابو. خلونا تفضل كبروه. والله كبروه يا اخوه. يا عمي خلونا نتكلم. اذا انتم لازم بلا علم شلون نتكلم؟ شيخ ابو البراء اتركه. شيخ ابو البراء اعمل ميوت، خليه يكبر. كبار ان شاء الله ما بتكبر اكثر من هيك. تفضل. يا لا انا ان شاء الله اكبر منكم جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. تفضل افتح الكتاب اللي كنت كاتبه. يقول انت اللي تكذب وانا ادعي. هذه يلا طلعوه. هذا كتاب السيد بخدمتك. شوف طلع كلمه الاحوط لزوما. هذا الصف. اسمعني منهاج السيستاني الجزء 3 فتاوى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله. نروح الصفحه ايش قد؟ 85. هذه 85. روح على 82. 100 260
260. روح على شوف شو يقول 82. ويستحب. معلش شيخ معلش اهدى. ويستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والأحوط لزوما أن يسأل عن حالها قبل الزواج. الآن يا كذاب اللي أنت تقول علي الحجامي كذاب، لا والله الكذب عندك أنت أستاذنا العزيز. الآن هذا أمام الجميع، هذا الجوجل، والجوجل ينصفني وينصفك. شوف إخواني إذا تكتبون هذه منهاج الصالحين الجزء الثالث صفحة مسألة 260، انظر ماذا يقول فيها. هذا مكتب السيد السيستاني، كتاب السيد السيستاني. باعوا نروح المسألة ايش قد مسألة وين النكاح. هذا النكاح، هذا لا اني مسوي ولا انت تسوي. خلي نشوف هسه، بس خلي يفتح لي انه جاي يحمل. باعوا له جاي يحمل. اي براحتك. زين ابو براء ليش ما نبتهل انا وياك؟ لو سيئاتي كلها تروح لك، لو سيئاتك كلها تروح لي، ليش تخاف؟ يلا نجيبك يا شيخ ابو البراء. انتوا خلافكم على كلمه والاحوط لزوما. لا خلي واخر الفتوى مغير فيها كمان يا ابو عمر. شوف هذا استاذنا باعوا هذا لحظه مرخص يا علي استاذ عمر. ابو عمر لو تتكرم. هذا مولانا طلعتها بالجوجل باوع. هذه مسألة 260. ويسحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والأحوط لزوما أن يسأل عن حالها قبل الزواج. رجع الكاميرا لورا. أرجعها لي ورا. أمر أرجعها لي ورا. تمام. حط لي رجوع بالجوجل. ارجع خطوه من وين فتحت. ارجع خطوه قريب. حط رجوع بالجوجل لاشوف من وين فتحت. باي باور. حط رجوع بالجوجل. هذا رجوع بالجوجل باور. هذا نقرر. شوف يلا هذا رجعت بالجوجل. يلا وريني وين وصلت الان. من وين رحت؟ انا قلت لك، انا ما قلت لك تفتح الموقع. انا قلت لك امام الناس الكتاب. شكرا لك ابو براء انفضحت، وهذا البث راح يسجل اني او راح. كمل قراءة. كمل قراءة الفتوى. كملها يلا. كمل قراءة. كتاب عندي يا اخوي، الكتاب حملته. كمل قراءة يلا. كمل قراءة يلا. كمل قراءة عيني. حتى فتوتك اللي جايبها من الموقع فيها لعب، بس راح نقبل لك اياها. كمل قراءة يلا. اقرأ لنا المسألة 260. يلا ابويا يلا عيني اقرأ. ابو احوط لزوما نقرأ. شايفينها يا اخوي؟ شايفينها. افتح المايك يا استاذ، افتح المايك. وين رحت مع اساس كنت فاتح من جوجل؟ شايفك رحت على مكان اخر. هذا بس اطلعها غير اطلعها لانه هو الجوجل مو صفحاته وقلبه. ايش فيك؟ اهدى. هذا كتاب الفصل الخامس في القضيه. ايش قد هاي 74 74. خلينا نرجع للاخير كلش. ايش قد نهايته؟ 89. لازم ايش قد نتحول علما للثالث الى للسادس. لا حول ولا قوة الا بالله. ليش هيك ابو براء تكذب؟ مو عيب؟ مو حرام؟ على مهلك عيني، على مهلك. الصالحين الجزء 3 الصفحة 82 المسألة 260. يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، وأن يسأل عن حالها قبل الزواج مع التهمة مع أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا. وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال
وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة. هذا الكتاب. يلا اقرأ أنت أستاذ. تتهم الناس خليك بالكذب اقرأ. وأنت الكذاب يا رجل. والله الكذاب انت، احترم نفسك. شوف اخواني، هذا انا امام الجميع راح الرجال. اطلع. يا سيد علي، سيد علي، إيه. مشان نخلص من هالنقطة تسمح لي اتكلم ثواني؟ تسمح لي يا ضيفنا؟ شكرا لك يا تفضل. سيد علي. أنت الآن ما تكذب، أنا أقول الحق. أنت الآن تنقل من موقع اسمه موقع مكتب سماحة المرجع الديني، مرجع الدين الأعلى السيد علي السيستاني. لكن أقول لك زين. هذا خلي كمل رجاء، مشان ما ينزلوك وتسمع كلامي وبعدين تطلع. اعملي تفضل. ما متكلم. تفضل. لكن هذا الموقع هو من وضع هذه الجملة: والأحوط لزوما أن يسأل عن حالها. أين دليلك يا أبو عمر الشامي؟ دليلي من نفس كتاب منهاج الصالحين لا توجد نفس الفتوى موجودة، والأحوط لزوما غير موجودة. يا شيخ أبو البراء، عند السبزواري غير موجودة، عند الخميني ليست موجودة، ووالله أستطيع أن أخرج 10 كتب قالت بنفس هذه الفتوى ولم يكتبوا والأحوط لزوما. فالمقصد إذا شاهدنا 10 كتب من كتب الشيعة قالت بنفس هذه المسألة بالحرف ولم تقل والأحوط لزوما أن يسأل عن حالها، جاء موقع السيستاني ووضع هذه الجملة، نصدق الموقع أم نصدق نفس الكتاب الذي كتبه الخميني والسبزواري والسيستاني؟ تفضل، نصدق من الآن؟ كبروني مكان ابو حمزه اذا تكرمتوا يا مشرفين. شوف يا ابو عمر، شوف اخواني، خليني ابين للناس. اخونا خليه اجاوبه. ايش بيك؟ بس اهدى. انت في اللي تتمنى برقبتك. اهدى شوي، كبروني شوي. انا هادي. بس اهدى. انت في اللي تتمنى برقبتك عمر. يلا خل اجاوبه. اسمع بس ابو عمر تسمعني؟ لا انت خل اجاوب ابو عمر. ايش بيك؟ خل اجاوب ابو عمر. يلا جاوب. اخواني شوف ابو عمر، هذا منهاج الصالحين الجزء الثالث باوع. هذا PDF مو قصاصه ولا موقع، انا منزله PDF باوع عليه. باوع هذا PDF. نروح الصفحه ايش قد؟ صفحه 85 باوع. هذه كتاب النكاح المنقطع، مسألة 59 259 260. يستحب أن يكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والأحوط لزوما أن يسأل عن حالها قبل الزواج. باوع أو هذا اللي بعدين. كمل. شوفه. كمل قراءة. شوفه باوع. كمل قراءة. إذا هنا ثبتت اهدى ابو براء. لا كمل. اهدى ابو براء. كمل قراءة. كمل قراءة. كمل. ثبتت لكم كذب. ما يخليني والله يخاف من الاجابه. كمل علي أبو عمر. كمل عم لك كمل. ما يسكت. خلي اجاوب. هسه كمل قراءة. صار اكمل بس اهدى. ابو عمر ابو براء كذب وقال ما كل احوط لزوما. كمل قراءة. والله العظيم انت عشان صرت طحين. الان صرت طحين انت تقفز من PDF. كمل قراءة. والله العظيم انت انحشرت، وهذا راح اثبت لك اياه بالدليل وانزله امام الجميع. يلا اهدى. كمل قراءة. شوف عندنا مشكلة بس كمل قراءة. ابو عمر ليش ما يخلينا؟ ليش يقاطعني ابو عمر؟ لا كمل قراءة. ابو عمر ليش يقاطعني؟ قراءة. اكمل قراءة. كمل، ما عم يقاطعك، عم يقول لك بس كمل. عم يقول لك كمل قراءة. يلا خليه يكتب. فلما حتى اكمل المسألة كلها. شوف ابو براء كذب على السيد السيستاني. كمل قراءة. عيني كمل قراءة. حاجتك تهرب. كمل قراءة.
يلا هسه ابو براء كذب على السيد السيستاني وما تكلم بمن يلا. بالاحوط لزوما ان يسال عن حالها قبل يلا الزواج. الان كبروني مكان هذا يا النقطة. مشرفين، بس خلوني اوري هذا النقطة. كبروني خل مكان. اجاوبه خلاص علي شوفوا علي إخواني. علي اتركوا يلا، علي كبروا علي الشاشة ترك هنا يا الشيخ ابو أخوان. البراء يتكلم. علي ترك الشيخ أبو كبروا البراء الشاشة يا يتكلم. اخونا ما اخوان. كان كبروا الشاشة يا مجال مشرفين. اتكلم. لا خلص انت الان تريد ان تبين ان راح اوريك. واحده انا تريد راح ان أوريك. انتم ليش ما تخلوني؟ يا جماعة الخير، انا عندي ما نكمل، عندي ما نكمل. اهدى شوي خلص عاد. هذه مكتبة المحسن الإلكترونية. مكتبة من يا ناس؟ مكتبة المحسن، منهاج الصالحين، الجزء الثالث، السيد السيستاني. نروح على كلمة قراءة وتحميل. زين يا ناس، مشان ما تقولون دلسنا بشيء. هاي جالسة تحمل. هذه مكتبة المحسن للكتب الإلكترونية، مكتبة أمام عينك هسه يتحمل. هذا منهاج الصالحين، صحيح ولا لا؟ صحيح. ها خلينا نمشي أنا وياك. هذا المنهاج الصالحين، الجزء الثالث، المجموعة فقه الشيعة، الطبعة الأولى، سنة الطباعة 1416. شوف قديش أنا قاعد أعطيك بكل هدوء الآن أمام الناس. راح نمشي نقطة نقطة إلى أن نصل للصفحة 82. مشان ما تقول لا زودنا ولا نقصنا. سنري الناس كذبك وتدليسك ولعبك. يلا أمام الناس. روحوا يا إخوة، معلش تحملوا. هذا الكذاب اللي جاي له ساعة يدافع عن شغلة إحنا حافظينها عن ظهر قلب من كتبهم. وأنا لما قبل ما أحمل الكتاب، لكن أنا الآن فاتح الفيديو وحملت الكتاب من مكتبة المحسن أمام الناس، وهي أقلب بالصفحات صفحة وصفحة لأريك وأري أمثالك التدليس والكذب. الآن احنا صرنا بالصفحة 36، باقي حوالي تقريبا 40 صفحة ونصل أو أقل. كما ترون، حتى ما رحت نزلت من الماوس تنزيل سريع، لا أنا ماشي صفحة صفحة مشان الناس تشوف وترى كذب وتدليس الأستاذ علي. يا مشرفين لا حدا يلعب بالقسط، إذا تكرمتوا رجعوا الكاميرا كبيرة يا مشرفين. لا إله إلا الله يا أخوة، يا مشرفين. لا عاد حدا يلعب بالقسط يا مشرفين إذا تكرمتوا، بس مشان نبين له. يلا بقي 6 صفحات. هذا من مكتبة المحسن، حملناه أمام الناس. هذه الصفحة يا جماعة الخير كم؟ 82. تمام. هذه مسألة 260. كم؟ 260. يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة. يا مشرفين لماذا هذا التشغيب يعني؟ مين المشرف اللي قاعد يلعب بالقسط؟ رجعي القسط يا بنتي، رجعي. يمكن نت يا شيخ. لا والله يا أبو عمر في حدا عم يغير الترتيب. طيب مسألة 260. يستحب يعني تشتت الامور. شنو شتت؟ اهدأ. يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة. يا أخي خلها أتكلم. مؤمنة عفيفة، وأن يسأل عن حالها قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا. وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة. مبروك عليك يا علي الحجامي. هذا مكتبة المحسن أمام الناس، وأتحداك الآن أنت علي الحجامي أن تكتب مثل ما كتبت أمام الناس بالجوجل مكتبة المحسن منهاج الصالحين، اهدأ لا تقاطعني، الجزء الثالث، وتسوي نفس ما سويت أمام الناس، قراءة وتحميل، ونرى من الكذاب. أنا راح أرجع مرة ثانية لأري الناس ماذا فعل الضيف. هذه نرجع
هذه مكتبة المحسن. ها شايف من وين أنا جبته؟ من هنا، من مكتبة المحسن. هذه مكتبة المحسن الإلكترونية. أتحداك تفعل مثل ما فعلت أنا وتقرأ ومو موجود الكتابة. حاج تكذب وتدلس على الناس. يلا، عندك استعداد تفتح مثل ما فتحت أنا؟ كملت عندك استعداد تفتح مثل ما فعلت؟ كملت عندك استعداد لو لا؟ لا الآن كملت، لا تتهرب، لا ظل تقفز مثل الأطفال. كملت. نزلوا المطي يا جماعة، خلاص يكفي، نزلوا المطي. مطي أبوك مو أني، لا تتجاوب. يلا كفيك حاج، أعطيناك أكثر من قيمتك. حي الله الأشقر، نورتنا. الله يا أبو البراء. عندي أنا أيضا من دار المؤرخ العربي أيضا ما فيها وعلى الأحوط لزوما، هم وضعوها في بعض الطبعات من أجل أن يرقعوا للسيستاني، فهو ما يريد أن يقر إلا بطبعته. أنا فاتح على مكتبة أهل البيت، والله يا ناس هل تعلمون أن هذه الفتوى بالحرف الواحد موجودة عند يا 10 يا 15 من علماء الشيعة؟ الخميني، السبزواري، الكلبياكي، أبو الحسن الموسى الأصفهاني، الجواهري، الحلي، المشكيني، البطخاني، السخامي إلى آخره. موجودة، ما يوجد فيها إلا في طبعته وفي الموقع، في طبعته هذه وفي الموقع. أما الطبعة اللي أخرجها وأنا شوفوا هي الطبعة، لو تكبروني بس ثانية وأنا رح آكل لقمة ومعكم يا مشرفين. لو تكبروني ثانية، شوفوا يا شباب. الآن الشيخ أبو البراء جلب من ماذا؟ جلب من دار شو اسمها هاي؟ المحسن، مكتبة المحسن. أنا الآن من دار المؤرخ العربي، من دار المؤرخ العربي، وهذه صورته، شايفين حاطين الصورة على الكتاب، اسمه منهاج الصالحين المعاملات. لمن؟ للسيستاني. أي صفحة؟ نفس الصفحة 82 من الجزء 3 من منهاج الصالحين، مسألة 260. يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، فاصلة. وين والأحوط لزوما أن يسأل عنها وأن يسأل عنها. شو شافوا؟ شو عملوا هن؟ حطوا كلمة والأحوط لزوما وشالوا الواو. والأحوط لزوما أن يسأل عنها. هم ما في الأحوط لزوما. وين موجودة؟ موجودة في دار المؤرخ. لو ذهبنا، مين بدكن؟ هاي السبزواري، شوفوا السبزواري، شوفوها. مسألة رقم 56. يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة والسؤال عن حالها وأن ذات بعل. وين في والأحوط لزوما السؤال عن حالها؟ تعالوا رول عند الخميني، وهذا هو الخميني، قال عن المتمتع بها مؤمنة عفيفة ولسؤال عن حالها قبل الزواج. وين والأحوط لزوما؟ وين بدك أخذ لك عن الكلبيائي؟ شوفها، هذا منه الكلبيكاني. قال يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، ما في والأحوط لزوما. عند مين بدك؟ تعال نشوف على المشكيني، مدري شو اسمه هذا. شوفها، هذا منه المشكيني التعليق الاستدلال على تحرير الوسيلة. قال يستحب أن تكون المتمتع ما في والأحوط لزوما كله والسؤال عن حالها. الآن عندي كثير لسه. شو بدكم؟ هاي الأصفهاني. شوفوا هاي الأصفهاني، الله لا يوفقك إلهي يا رب. يستحب أن تكون المتمتع، قال والسؤال عن حالها. وين كلمة والأحوط بطيخان؟ وينها؟ إذن مين اللي عم يكذب؟ الذي يكذب هو موقع السيستاني والطبعة التي جلبتها أنت، لأنك لا تستطيع أن تنكر 10 أو 15 من علمائك قالوا بذلك ولم يقولوا والأحوط لزوما. شايف كيف؟ إذن الطبعات من كذبت وليس أبو البراء. أبو البراء عدل ثقة عدل مأمون. حافظينها على ظهر قلب من كتبهم، يعني احنا صرنا حافظينها بصر. أكيد. وأبو شوف، وهذا اختصاص بالنسبة للمتعة وهيك والزواج، هذا اختصاص أبو البراء. يعني أبو البراء أنا بعرفه حافظ هذا الكلام عن ظهر قلب، يعني مستحيل هو
بياخد الفتوى من عنكم وبيقعد بيحللها، قد ما بيحللها وبيكررها بيقوم بيحفظها. عرفتوا كيف؟ وفي فتاوي من عند أهل السنة مو حافظها، لكن هو يحفظ فتاويكم من أجل أن يحاوركم بها. أنا كبروا الشيخ أبو البراء وراح آكل لأنه السلام معكم أنا. عليكم. شكرا لمن دعاني إلى البث. السلام. الله تفضل أبو يحفظكم يا البراء. رب. شيخنا أبو البراء رح أطلب منك طلب. تفضل تفضل يا بنتي. شيل الإشراف على الكل وعاود حط اللي أنت تعرفه. طيب ان شاء الله بعد البث انا ارتبها بامر الله عز شيل وجل، بس الإشراف على كبروا لي الكل الصوره. لأنه في منهم لانه قاعد في يلعب حدا في ممكن في حدا يلعب قاعد بالقسط يلعب بالقسط. عمدا الله أعلم منه، الله أعلم. تمام، أنا أترخص منكم. السلام عليكم. لا ما بيبين يا اخو، بس ان شاء الله تعالى ان شاء الله انا راح اسوي تصفيه بعد شوي. إن شاء الله. الله يحفظكم ومشكور يا أبو عمر، إن شاء الله مشكور. جزاك الله خير. السلام عليكم. جزاك الله. استلمت الإشراف كتمت بس شخص واحد حجي. ما لعبت في لا هذا. الامر مو هكذا ابو، الامر ليس هكذا. هي في حدا اخونا كدير رايت اتصالك بس والله بالايباد ما كان معي. طيب على كل حال خلونا نرجع للسؤال. السؤال يقول يا اخوه، لا يمكن احد الاخوه نحسن الظن. طيب السؤال يقول: ما حكم الشيعي؟ هذا اصل السؤال، هذا اصل السؤال الذي يمنع عرضه عن المتعة. صعدوا لنا شيعة. مين بده يستلم التصعيد؟ الإمام الصامت موجود. ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ أبو البراء. سلام ورحمة الله. أنا الشيخ أسامة حيا الله. يلا شيخنا أحد المشرفين يا أخواتنا يا أخوتنا يستلم التصعيد ويصعد لي شيعة. يلا كيفك يا شيخ أسامة؟ نعم حيا الله كل اللي أحب على القسط واللي في القسم. والله يجوز يا أبو وديع. حجي أبو البراء معناته أتشيع مع المشرفين أنا. حجي أبو البراء حسب الروايات اللي توصف سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كأني أرى في وجهك. سبحان الله. رضي الله عن معاوية. أنتم أتباع معاوية رضي الله عنه. المرة أنا عرفت وشفت مين لعب بالقسط. المرة عرفت، مو مشكلة، حسابك عندي. أنا الآن أراقب ورأيت مين لعب بالقسط. الفريدو صعد. خبرنا مين هو. خلص ما عليك، أنا أتفاهم أنا وياه. حسابك عندي. طيب السلام على من اتبع الهدى. علينا وعلى عباد الله الصالحين. عندي سؤال: الزواج بنية الطلاق جائز عندكم ولا مو جائز؟ الزواج بنية الطلاق. لحظة يا أستاذ، هذه المسألة اللي جاي تسأل عليها جاء من هو قبلك عمار الشويلي متخفي في يوم من الأيام وفضحته بها، وهذه اترك المسميات. جاوبنا على السؤال دغري. اسمع، اكتم المايك ولك، اكتم المايك لما ارد عليك اني. حيوان انشب يا مطياس، مال اكتم المايك. ايوه. وهذه المسألة تكلم بها أهل العلم عن من كان هذا حال نيته بينه وبين نفسه، لم يشترط أمام الناس أنه سيتزوج ويطلق، ولم يبين هذا الحكم، وإنما هذه المسألة تناولها صاحب المغني وفي الأم وفي غيرهما، بأن المرء إذا أراد أن يعقد على امرأة وأضمر في نفسه أنه سيطلقها بعد مدة. اي نعم، هو تراجع عن الشيخ ابن باز، ولكن أنا أنقل الفتوى من أصل الكتاب يا حبيبنا الحفص، في الكتاب الأم وغيره. اي نعم موجود الكلام، ولكن أتحداكم إذا الفتوى هاي فيها أنه يشترط أو أنه يبين أو أنه يوضح، أتحداكم. المسألة كل ما فيها أنه أضمر في نفسه هذه النية، ما اطلع عليها أحد، فهنا الحكم والكلام على المضمر في نفسه النية،
على مين جايين تلعبوا؟ اعطونا شيعي يلا. انطعجتم وعارفين تجاوبوا؟ يلا. موالي. نعم. ما حكم من يمنع عرضه عن المتعة؟ جاوب. ما حكم من يمنع عرضه عن المتعة؟ اي نعم. شلون يعني يمنع عرضه؟ يعني شلون هو يعني ما فاهم ابو البراء. يعني انت الان عندك اخت تريد تتمتع وانت ما تخليها، شنو حكمك؟ حكمك الزواج العادي، اذا ياك واحد وخطب منك وما اعطيته، يعني شنو المشكلة؟ يا استاذ شنو الغلط؟ الان المتعة. ايه المتعة. لحظة خلينا نتفاهم. انا معاك. انا اريد الحكم. اختك ارادت ان تتمتع. نعم. فانت جيت قلت لها لا ما اخليش تتمتعين. تمام. انت في مذهب الامامية الاثني عشرية، شنو حكمك؟ انا هذا حكمي قلت لك عليه، بس انت حكمك لما اي واحد ويسوي جهاد نكاح باختك شو تسوي؟ يا استاذ اترك حكمي انا. إيه لا نفس تهرب، الطريقة، جاوب على نفس هو سؤالي. نكاح مو نكاح، زواج هو مو زواج. لا تقيس علي. لا، ديني غير دينك، وشو وربي دينك غير ديني؟ ربك، شنو ونبي دينك غير غير ديني؟ نبيك، كله يختلف. نعود الى سؤالنا. نعم. شنو حكمك انت من كتبك؟ وانا شنو احكم؟ شنو شلون حكمك احكم من انا؟ كتبك؟ وانا حتى احكم عندي شرع واحكم، انا ما عندي حكم. انزل ولا طيح الله حظك يا مطي، لا تغلط. انزل مطي، انزل. عارفك الصلاة والله عندك كتب، والله عندك شرع، والله عندك دين. مباشر تخليت عن كل شيء مباشر. اللي بعده. وراك أرجو يعني يتبين للرافضي أنه يميز بين الحكم العام والحكم الخاص حتى لا يلتبس عليهم، لأن هو تعرف أنت يأخذ يمين ويسار. هسه ما ظل عنده حكم ولا ظل عنده دين ولا شيء، خلص الآن يقول لك أنا ما ظل عندي شيء. السلام عليكم. هو سؤال بسيط. السلام عليكم. عليكم السلام. صرتي ولا شيء؟ كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله. أهلا وسهلا. ما هو السؤال؟ السؤال ما حكم الشيعي الذي يمنع عرضه عن المتعة؟ ما حكم الشيعي الذي يمنع عرضه عن المتعة؟ نفس الحكم، ماكو شيء يعني، ونفس المسيار. يعني عندكم شنو المسيار نفسي، تضطر تحب تزوجها مسيار ولا ما تحب؟ نفس الشيء. شو الفرق يعني؟ يلا جميل، اعطينا الحكم من كتب الشيعة. اترك كتب السنة الآن واترك الهروب. يلا استرجع. ما هرب انا اصلا. عندك الحكم. شنو الحكم؟ شنو الحكم عندك انت كشيعي؟ شنو الحكم؟ شنو حكمك انت لو زوجتك او اختك او بنتك ارادت تتمتع ومنعتها؟ ماذا يحكم الشرع الشيعي عليك؟ تفضل. انا اصلا ما تصير عندنا المتعة يا اخي، دوم ماكو. هذا الحكي اصلا كله كذب تافه، شيء تافه. شنو لحظة شنو؟ ماكو شيء اسمه متعة. يعني الإمام الذي أحل المتعة يعني تافه؟ لحظة الإمام الذي أحل المتعة تافه؟ إذا صح يا يعني عز أنا بالأصلح. يا عز افهم يا مطي. الإمام يا مطي، الإمام يا مطي، الإمام بس خليني أوضح لك مسألة. يا مطي يا زمال الإمام اللي أحل المتعة صار تافه عندك؟ سويت الإمام تافه يا مطي؟ سويت الإمام تافه يا زمال؟ الإمام النبي عندكم تقولوا أحلها، سويت النبي تافه يا زمال؟ لعائن الله عليك تترى، لعائن الله عليك تترى. سويت النبي تافه يا مطي يا زمال. اللي بعده. صعدوا لنا الأصلع اللي اسمه عبد القادر يا أخوة إذا تكرمت. مشرفين. يريد يروح يدور متعة، ما أخليه يدور متعة ولا أخليه يتمتع. صعدوا عبد القادر بارك الله بكم. يلا أستاذ حمودي. المشكلة ما يعرفون الحكم، حكم على الإمام حكم، لكن سبحان الله وعلى الحكم قدامي. تسمعني؟ إيه أسمعك عيني. تسمعني؟ اسمعك عيني. كيف حالك شيخنا؟ هدئ شيخنا على المسألة. يمكن حسابه خاص هذا يا اخوان عبد القادر، لانه اصلع الصلعان ما يخلون حسابهم عام، يخافون على شعراتهم. بس المصيبه ما عم تفتح القائمه عندي حتى اصعده. دقيقه.
هرب من البث، يخاف السلام. مني أنا عارفه هذا عبد السلام الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ناقشنا بخالك معاوية الذي مات على غير الإسلام. خالي معاوية مات على الإسلام وكسر خشومكم واتسعت رقعة الدولة المسلمة في عهده رضي الله عنه وأرضاه. الله على عليكم عبد السلام الرحمن ورحمة سيدنا معاوية. هلا بالسلام السلام بالله. عليكم. سلام قبل ما تطلعوا حدا. عليكم لو السلام. سأل أحد من والله يا أبو الشيعة، عمر استلم شوي أنا هسه حياك. برجع. لو سأل أحد من الشيعة: أنتم يا أهل السنة والجماعة عندكم زواج المسيار صحيح، وأيضا السيستاني وعلماء الشيعة قالوا بأنه صحيح. فلو سألني إنسان: يا أبو عمر، ما حكم من منع أخته أو أمه إذا كانت مطلقة أو أرملة أو بنته من زواج المسيار؟ أقول له، مع أنه صحيح، أقول له: حكمه في الشريعة الإسلامية أنه آثم إذا كان هذا الذي تقدم للبنت رجل صالح مؤمن أعجب البنت، سألوا عنه فوجدوه إنسان محترم، فقال لأخته: لا أريد أن أزوجك من هذا، أو قال لأمه أو لبنته أو لأحد من محارمه، هذا يؤثم يوم القيامة على منعه، لا يكفر إلا إذا قال إن الزواج حرام فيكفر بذلك. أما إن قال لا أريد أن أزوجك وعصلج الأمور وإلى آخره ورفض، هذا يؤسم يوم القيامة. شفتوا كيف نحن أهل السنة والجماعة السلفية نجيب، نقول أخطأ ويؤثم على ذلك. تفضلوا أنتوا قولوا ما هو حكمه عندكم، تفضلوا. أبو عمر، إذا في شيء نتحاور نحن وياه. كيف ترى انتم حتى من التعليقات تحضرون هسه تعليقات، خلونا نعلق. ليش بالتعليقات تحضرون تكتمون؟ ترى هاي مو المروءه، هاي مو رجوله. شو يا شيعة، شو صار معكم؟ لقيتوا شيء؟ والله أظني يا شيعة، أظني تقليدكم قشرة. تفضل يا علي. علي، أخذ سيلفي معكم مشايخنا. عليكم ورحمة الله. بعد ما نزلناك يعني يا إخوان قد يكون النت عندهم بطيء شوي، انتظروا 15 ثواني ما في إشكال، كبسة بإيدكم يعني. أبو عمر، شو المكتبات الفاتحة عندهم هاي الأيام؟ أهل البيت وشو كمان؟ أنا ما أستطيع إلا في مكتبة نور موجودة، هي ما يقدروا يسكروها لأنه ما بإيدهم الكبسة تبعها. هن ما بإيدهم غير مكتبة الفقاهة ومكتبة الشيعة، أما مكتبة أهل البيت شغالة حتى تستطيع أن تحملها مثل المكتبة الشاملة وما في داعي للإنترنت يعني. عرفت كيف؟ وأي كتاب موجود محاضرين المكتبة تبعهم بتلاقيه على أي مكتبة أخرى، لكن كان الأسهل أن يكون فورا من المكتبة الشيعية أو من مكتبة الفقاهة، كنا فورا نطلع منها. نعم، اليوم في صعب شوي يعني، أنا عم بعتمد على مكتبة أهل البيت، فإذا أنت مو منزلها نزلها عندك يا شيخ.
بدي انزلها لانه والله يعني انت تعرف انه شوف حافظين. انا رح عليكم اعطيك. السلام بنت هلا انا النبي. موجوده عندي بكتاب تحرير الوسيله جزء 2 السيد الخميني عندهم. ليش بقول سيد؟ انا لازم نقرا كل شيء مكتوب. 292. فانا هلا وجدتها بمكتبه اهل البيت، فمكتبه اهل البيت تصويرها مو حلو كتير، فبروح انا بكتب تحرير الوسيله جزء 2. اي مكتبه من مكتبه نور او مكتبه كذا والمحسن دار الكذا كتاب، وبحطها عندي مشان ما عود مره ثانيه ابحث. احنا حافظين الاماكن كلياتها، بس مثل ما قلت انت باغلاقهم للمكتبات يعني على اساس يداروا فضايحهم، بس على مين؟ مو مشكله. انا لان لي فتره والله يا ابو عمر خارج المنصات من قبل العيد يعني شوي، الله المستعان، وبرمضان ما كنا زياده. على العموم كله خير. شيعه صعدوا يا حبايبنا، صعدوا. استاذ باحث افتح المايك. لا والله انزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مكتبه اسمها انترنت ارشيف، اسهل شيء هي دغري بتطلع لك الصفحه، يعني ما في داعي فورا يعني. طيب ابعث لي رابطها والله على التليجرام اذا تكرمت. طيب باحث تفضل. الله شيخنا السلام سني؟ عليكم. اي نعم سني. عليكم السلام. اي نعم. يا حياك الله. طيب اعطونا شيء بارك الله بكم. اوقاتهم يضعون هذه الصورة الطيبة يعني ليخدعوا اهل السنة، لذلك انا سألتك بارك الله بك. اي ما جزاك الله. عندي سؤال استاذي اذا تكرمت او شيخي الحبيب. تفضل. تمام. والله عندي صديق لي يعني استحى أن يطرح هذا السؤال بنفسه، إذا سأسأل نيابة عنه. شوف والله يا أستاذي الحبيب أو شيخي، هذا الشخص كان في صغره يسرق المال، وهو الآن قد تاب إلى الله توبة صادقة ويريد تصحيح ما مضى، غير أنه لا يذكر مقدار المال الذي سرقه، يعني الكمية لا يتذكرها، ويعرف بعض الأشخاص الذين أخذ منهم المال وآخرين يعني نسيهم، ويقول أنه يستحيي ويخجل من الذهاب إلى هؤلاء الأشخاص الذين سرقهم ليرد إليهم أموالهم. فما الذي يجب عليه فعله حتى تصح توبته وتبرأ ذمته؟ وهل يلزمه رد المال إلى من يعرفهم؟ وماذا يفعل بخصوص من لا يعرفهم أو نسيهم؟ جزاك الله خير. طيب أول شيء يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يعينه. الأشخاص اللي يعرفهم يعني يخمن تقديرا قيمة المال بالزيادة وليس بالنقصان، التقدير بالزيادة ليس بالنقصان، ويرجع لهم المال بأي طريقة. مش شرط يقول لهم أنا يعني سرقت منكم، يجد طريقة معينة، إما يضعه يعني في بيتهم أو يجد طريقة يوصل إليهم المال. هذول اللي يعرفهم. تمام. الأناس اللي ما يعرفهم أيضا يخمن كمية المال على المبلغ الأعلى وليس الأدنى، ويتصدق به عن أصحابه. يعني هو ما يعرف اللي سرق منه، الله عز وجل يعرف، فيتصدق بهذا المال عنهم. وعليكم السلام أبو هند حياك الله. وضحت أخي بارك الله بك؟ اي نعم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك شيخنا. أمر إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يؤجره في نيته وأن يثبته وأن يبعد عنه أو أن يبعده عن هذا الطريق هو وكل من سلكه. اللهم بارك الله فيك شيخنا. استودعكم الله. حياك الله ابني. خير سلام. حياك. طيب وين الشيعة؟ كذاب. ليش صعدت مرة ثانية؟ مدلس ليش صعدت مرة ثانية؟ أبو محمد. يلا يا شيعة. السلام عليكم.
دخل النقاش المدلس وطلع. عليكم السلام أستاذ نطلب من رضا. أبو شيعي البراء أن يخري على وجه ربه حسب تعال بسرعة، تعال. كرم الله السامعين. بس اللي خرج من فمك يا ريت تجيب هيك صحن وتتناوله، يلزمك، ينفعك. البراء يقول له تعال، وابو البراء مرتاح. ابو براء شلونك؟ شلونك؟ الو شو مسوي بكم ابو شو البراء؟ انت صاير مرجع كأنك غير ملتهب؟ والله هذا ابوك. الله المستعان. والله لولا وجود اخوات بالبث. يلا ابو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. لحظة يا أحمد الساعدي، تفضل أبو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير ابو البراء. وأنتم بخير وعافية، الله يتقبل طاعتكم يا رب. امين ثم امين واياكم جميعا ان شاء الله. ابو البراء صارت معي حقيقة راحت علي صلاة المغرب. أي نعم. ووصلت المسجد مع صلاة العشاء. وكانت رايح الركعة الأولى من صلاة العشاء. فأنا بهالحالة هذه يعني ادخل في صلاة العشاء أو ادخل بنية القضاء لصلاة المغرب؟ لا تصلي العشاء كونها حاضرة الجماعة، بعدين تقضي المغرب بعدها. يعني هذا لا يلزم الترتيب. لا لأنها دون الخمسة، وأنت الآن يعني تلبسوا بفرض موجود ووجود الجماعة، فتكمل معهم بعدين تقضي ما فاتك. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. حياك الله. بارك الله. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب الله المستعان. نعود. صعدونا شيء. أستاذ أحمد معنا عفوا. السلام عليكم. ما حكم؟ عليكم السلام. ما حكم الشيعي الذي يمنع عرضه عن المتعة؟ جاوبنا أستاذ. تفضل. أجاوبك. نعم أجاوبك أبو البراء، لكن بس بالبداية في اليوتيوب راح أغلق اليوتيوب لأنه معلق. لا تقول لي بداية ونهاية. تفضل جاوب. لا، منو اللي حرم المتعة عندك؟ المتعة هي بالبداية عندك حلال. منو اللي لا حرمها؟ شريد من تحريم المتعة. أنا ما سألتك عن تحريم، قلت لك ما حكم الشيعي الذي يمنع الشيعية من المتعة؟ ممكن تعطيني الحكم؟ أجاوبك بس جاوبني، منو حرم المتعة عندك؟ منو اللي حرمها؟ يا أستاذ لا ترد السؤال بسؤال. حي الله أبو علي مختلف. لا ترد السؤال بسؤال وتهرب. ما حكم هذا جزء من الجواب الذي يمنع الشيعي؟ يا أستاذ أنت والله جزء من الجواب. بنتك تريد نعم يا أستاذ، لو جت بنتك تريد تتمتع، شنو حكمها بكتبك إذا منعتها أنت؟ شنو حكمك أنت؟ نعم راح أجاوب نيابة عنك. راح أجاوب. ما أقبل. ليش ما أقبل؟ لأنه عمر بن بسرعة يلا بسرعة. هو حكم على نفسه حجة. كان ما أقبل. كيف عندك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أسوي لك أنا؟ صعدت لكم واحد اسمه أبو شهم، استقبلوه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد وآل محمد وأصحابه وأنصاره وأصهاره وذريته. تفضل يا أبو شهم. أبو شهم أبو شهم. هذا ما أخذ $3 مشان يعبي نت بها يا شيخ. يلا صعدت لكم أبو عمار الصدري، استقبل. ليش أبو عمار لغيت الطلب؟ أبو عمار ليش لغيت الطلب؟ لا يا أبو عمار، لا يا أبو عمار، لا 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 لا. أشقر وين أنت عنا ولا بالمكان الآخر؟ خلينا نشوفك. شلون بعت لي العنوان على الخاص مشان بعت لي العنوان على التليجرام، أنا بروح لعندك شيخي. من شواربي يسلموا شواربك. الله يرضى مشان عليك. حرض عمر عليك، مشان حرض عمر عليك، مو مشان شيء. الله يكرمك يا رب، تشرفنا انت ما اجيت والله. احلى شيخ الله ابو يعزك يا البراء. حبيبي. الله يعزك يا ابو عمر. السلام حسين عليكم. تفضل.
عليكم السلام. ما ادري يا شيخ، من اللايف شنو موضوع اللايف مالكم اليوم؟ أنت شيعي إمام 12؟ نعم. جميل. ما حكم الشيعي الذي يمنع عرضه عن المتعة؟ يعني مثلا لو جاءت أختك تريد تتمتع وأنت منعتها من هذا الفعل، ما الحكم عليك من كتبك؟ الحكم اكض عائشه ونيتشه، اكض الصحابه ونيتشهم. لعن أبوك على أبو عقيدتك على أبو ما أنت عليه، تفو عليك. هذه عرض رسول الله يا ابن المتمتع بها، اللي ما أنجبتك طاهرة، اللي ما أنجبك رحم طاهر، اللي ما أنجبك رحم طاهر، اللي ذهبت. استغفر الله العظيم حسن شيء. يعني آخرتكم تسبوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذ بدر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. معتقدك؟ هل صحيح أن ربكم نزل من عرشه انزلوا وسكن في لك، بيته انزل. ربنا ينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فينادي على عباده. وهذه منة لأهل السنة وليست إلا لأهل السنة الذين يؤمنون بأن الجليل في الثلث الأخير من الليل يتنزل نزولا يليق بجلال كماله، فينادي هل من مستغفر، هل من صاحب من سائل، هل من صاحب حاجة. فهذه هل من صاحب من سائل، هل من صاحب حاجة. عنجلوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. قبل ساعة كان هادي عندي وفقدتك وهيك جيت. والله لك حق علي يا شيخ الفاضل، أنت وأخوان الكرام الموجودين. الله يعزك. الله. أهم شيء صحتك تمام. دائما أسمع صوتك وأشوف وجهك الطيب، أنا بخير. الله يعزك ويشافيك ويعافيك ويكتب لك الخير ويختار لك الخير يا حبيبي. بارك الله. الله يرضى. أنا والله يا شيخ الفاضل صاعد أسلم عليك وعلى أخوي الكبير أبو عمر الشامي وعلى أخواني ونعم الذين يمكن أصغر مني بالعمر أكبر مني بالقدر. ضع عليك يا أبو نويرة. شلونك أبو عمر؟ طيب إن شاء الله. والله بخير من فضل الله سبحانه وتعالى. الله يجزاكم خير. أنا أستأذنك يا الشيوخ الأفاضل، أنا والله صاعد أسلم خير يا حبيبنا. الله يرضى. وادعو لنا بظهر الغيب. بارك الله بك. صلى الله يشافيك ويعافيك. يعلم الله أنكم في بالي، أحملكم دائما بالدعاء إن شاء الله. الله يعزك ويجزاك عنا الخير. بارك الله بك. صلى الله إليك. في حفظ الرحمن إن شاء الله. وإياكم. طيب يا شيعة، صار وياكم ما عندكم إجابات علينا صح؟ بالله يا أشقر، يعني هذا السؤال صعب عليهم شيء؟ قولتك صعب؟ أنا لو سألني سؤال عن المسيار أبينت، لو سألني أجيبه، أقول له إن منعت عرضي من زواج المسيار أو من زواج دائم أو إلى آخره، فأكون أنا مخطئ وأؤثم على ذلك. خلص جاوبت. فأنت تطلع لهذا السؤال بيزعجك، تسب أم المؤمنين عائشة، وبيجيك واحد قومجي أو صحوجي وبقول لك أنت ليش مو مع إيران؟ ليش مو مع الشيعة؟ ليش مو مع كذا؟ هي الأزهر قال بأنهم مؤمنون، وإذا قال 700,000 أزهر بأنهم مؤمنون، ووالله من قال أن الشيعة مؤمنون فقد كفر بما أنزل على محمد. أي نعم. طيب معك الشيخ يا أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك أخوي أبو عمر؟ أبو عمر، أنا من زمان طلعت معك وبتمنى أنك تصبر علي. برد بأكد لك، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني،
وين المثاني؟ وشو هي المثاني شيخي الكريم؟ من ثاني باب قال النبي ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. من ثالث باب كتاب مرقوم. فأنا كيف بدي أفهم كتاب ربي هلأ على التيك توك والفيسبوك يا سيد أبو عمر؟ بمشي على قاعدة اسمها 7. شو هي ال7؟ عندنا صورة الزمر. معلش احسبوا يا أخي رقم حديث وبحاث، احسبوا رقم حديث وبحاث. معلش شيخ أبو البراء، شيخ أبو البراء ايه أبو عمر خليك كويس، أنت ابن بلد بجوز تفهم علي يا رجل، صار لي 6-7 سنين ما حدا عرفان علي بكلمة. كلمة ما حدا عرفان. شوف ايه شوف يا ضيفنا المكرم، تفضل. الحوار خذ واعطي. نعم بدك تفهمنا شوفني والله عم حاور، لا مشط شعري ولا سويت شيء، جاي دغري على الحوار. تمام. لكن اذا بدك تحاورنا خذ واعطي. الان انت عم تقول ما استطيع ان افهم ديني عن التيك توك ومحاورين ومشايخ التيك توك. الان انت تستطيع ان تفهم دينك من المحدثين والفقهاء والعلماء في الدين؟ ابو عمر انا حافظ ديني وبعرف ديني، انا ماشي بالخمس الصلوات. جميل جدا جميل جدا. ومثل ما الله انت بتصلي وبصوم وبزكي ومثل ما اعطانا الشريعه النبي. واحدة بدك تحاورنا شوي. نعم اصلي. شو بدك تقول ابو عمر؟ الان صلاتك فهمتها انت من ال7 المثاني من القرآن او الفاتحة او اللي بتعرفه انت؟ من اين؟ طبعا من اهلي، نحن اهلي كلهم اميين ولحقت اهلي ومشيت مع الجماعه، يعني بيقولوا مع الجماعه على الفطره. احسنت. الان اين يوجد في ال7 المثاني انك تلحق ابوك وامك والجماعه؟ الله قال افلا يتدبر من القرآن أم على قلوب أقفالها مثلا. بس خلينا هلا نحن نحكي بأحسن الحديث. خلينا بأحسن الحديث يا حبيبي. يا ضيف علي هلا أنا فهمت طلبك. هل واحدة هل شوفها اتباعك بكيفية الصلاة من أبيك أو أمك، هل هؤلاء أحسن الحديث؟ لا، بالقرآن أحسن الحديث. أحسن. طلع لنا من القرآن أحدث الحديث، أصدق الحديث من القرآن، أحسن الحديث من القرآن. تفضل. بكيفية الصلاة. لا ما بكيفية الصلاة. بجيب لك إياها بالمثاني. اصبر علي. يلا جيب لي إياها. يلا جيب لي من المثاني كيف أصلي. نمشي بالحديث. واحدة. شو اسمه ضيفنا؟ شو اسمه؟ صعب. ضيف صعب. يا ضيف أنا الآن مشان أعمل ميوت وتاخذ الكلام أنت، طلع من المثاني في القرآن كيف أصلي العشاء الآخرة. معك المال. لك يا أبو عمر رجعت لي على الصفر. أنا معك. أنا قلت لك قال له للنبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة أعطاها للنبي والنبي صلى والعلماء كتبوا ونحن من القرآن. أستاذ صعب. من القرآن كيف أصلي العشاء من القرآن؟ تفضل. لك يا أخي النبي شريعة النبي صلى قدام العالم وإنه العالم لحق. أحسن. تفضل طلع لي إياها من القرآن. كيف؟ طلع لي إياها من القرآن. لا ما أنا موجودة بالقرآن هاي طبعا، ولكن أنا وين موجودة؟ ماني ناكر الصلاة. أنا عم أكلمك بأحسن صعب. ما عم أقول لك ناكر، والله ما قلت لك يا صعب. أنا ما قلت لك ناكر، لكن ما موجودة في القرآن. أين أجدها؟ إذا بتبحث بتلاقيها بالكتب. طيب مثلا اعطيني مثال ابحث باي كتاب. بالبخاري مثلا؟ انا ماني باحث بكتب، ما بعرف بقرا. يعني بالبخاري اجدها بالبخاري. يا صعب يا حبيبنا. يعني اجدها في البخاري مثلا، في سنن الترمذي، في سنن ممكن يعني وين بدك تلاقي؟ بدك تاكد لي وين يعني مثلا. ماني دارس، بس انا عم اقول لك باحسن الحديث. جميل جدا. انت وين لقيت صلاة العشاء وين لقيتها انت؟ أنا الذين يؤمنون بالغيب. أنا لقيتها عند البخاري. أنا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أنت وين وجدتها؟ مع أهلي والله ما بعرف. صعب يا صعب. طيب الآن أنت لقيتها مع أهلك، شو عرفك إنه هي الصلاة اللي لقيتها عند أهلك هي نفس الصلاة التي صلاها النبي صلوات الله عليه؟ المساجد كلها كنا نصلي بالمساجد، كلهم بيصلوا نفس الصلاة. معقول كلهم بضلال مبين؟ كل العالم طيب الآن كل العالم. شو عرفك إنه هي المساجد عم تصلي الصلاة الحقيقية؟ كيف عرفت؟
يا اخي بالمساجد تعلمنا، بالمساجد المساجد ما بيصلوا على صلاة النبي. إذا الآن لماذا خلص راح أعطيك المايك راح صعب راح أعطيك المايك. قال هو أخذت عن أبي، وأبي أخذها من المساجد ومن علماء المساجد يا شيخ أبو البراء، وراح الشيخ صعب فدخل إلى المسجد لا يعرف الصلاة فعلمه أبو البراء في المسجد. الآن لماذا تعترض على أخذ الدين من التيك توك أو من التليجرام أو من أي شيخ تعرفه أنت أنه صادق؟ ليش عم تعترض؟ انا ما بعترض، ما اعترضت بحياتي على شيخ بالصلاة او بالصيام او انت عم تقول ما عدنا عرفنا من وين بدنا ناخذ ديننا، والان عم تقول لي اخذت ديني انا من المسجد، عرفت صلاة العشاء انها 4 ركعات. انت عم تسال لي كيف اهلك ثبتوا انه هاي صلاة صحيحة؟ قلت لك المساجد كلهم بيصلوا نفس الصلاة ونحن مثلهم مثل المساجد. اذا وين اشكالك الان؟ ما عندي اشكال، انا ما عندي اشكال بالصلاة. طيب ليش طالع؟ اشكالي بالقرآن. كان وين عندك اشكال؟ يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هي اشكالي هون. انا نحن ما اخذ واحدة صعب يا ضيفنا. قال قومي، نحن من أقوام النبي، من قوم النبي، لا نحن من أتباع النبي. هدونك خلي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مو معناه أنه ما قرأوا القرآن، أنهم لم يقبلوا بالقرآن الكريم. أما نحن أهل السنة والجماعة نأخذ الدين من القرآن ونأخذ الأحكام من القرآن كما نأخذ الدين والأحكام من السنة النبوية. فأنت هل عندك اعتراض أن نأخذ الدين أيضا من السنة النبوية من الأحاديث؟ أنا ما عندي اعتراض، قلت لك لا على الحديث ولا على السنة النبوية. أنا اعتراضي وقال الرسول إن قوم اتخذوا، الله قال الله نزل أحسن الحديث. شو بدك تقول من هي الآية؟ صعب واحدة صعب يا صعب. أعوذ بالله. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما اختلفنا يا سيد. شو بدك تقول من هي الآية؟ شو وين إشكالك؟ بدي مشيك بأحسن الحديث، بس اصبر معي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، آيات محكمات آيات متشابهات، كتاب مرقوم، علم القرآن، كله هذا الكلام بدنا نفوت فيه بس وحدة جميل جدا. ونحن وحدة صعب، ونحن نأخذ بكل ما هو موجود في القرآن وهو أحسن الحديث. ولكن هم في قاعدة يا حجي، السنة النبوية في شيء قاعدة اسمها 7. ساعة اللي حط ال7 قال في آية بسورة 7 قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا. شو يعني شو نساوي هلا؟ هي الآيات شو نساوي؟ هدول هلا نجيب لك اياهم. اصبر بس اصبر، انت اصبر معي بالمسجد. يعني قبل ما احكي صعب. شكرا له سيد ابو البراء. شكرا له. شكرا ينزلني لعنك كلب لك كلاب. انتم كفار يا زلمه. وروحوا ليش كلب هلا صار كلب يا انا بعرفه ما قلت لكم نزلوه شيخ ابو البراء. انا ما قلت لكم نزلوه لاني انا محاوره كذا مره. هذا بيطلع بيضرب شبهه وما عنده حافظ كلمتين، حافظ آيتين، وبقول لك 7 إذا حطيناها فوق 8 فوق 7 وعملناهم هيك بصيروا مدري شو، وإذا عملناهم هيك هي 7 شوفوها 7 وهي فوق 8 معناتها أنا بحبك يا أبو البراء. وبقول لك 7 ومثاني وما هي قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كله كلام صفر بصفر. الآن غصب عن راسه أثبتت له وجود الوحي الثاني. قال تعلمت عن فلان عن فلان عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. احضروه مثل هذا، احضروه بلا صعب بلا بطيخ. أبوك على أبو سوريا اللي طالعتك. ضلني نحن من خريط بخريط خريط بخريط. كفرنا يخرب بيتك. ابو عمر كيف حالك ابو عمر؟ حياكم الله وعليكم السلام. حبيبي ابو عمر مشتاق لك والله. حياكم الله. الله يسعدك ويوفقك. مسحه شو دخل سوريا مسحه؟ ابد تعجبني من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيكم يا رب. الله يسعدك. حياك الله الشيخ ابو عمر، الشيخ ابو البراء الموجودين كلهم. حياك الله ابو خالد. كل المخالفين صفر، كلهم إما كفار في الدين، كفار بالسنة، كفار بالبخاري، كفار بالعلماء، كفار بالتأويل. كلهم أنا ما أقول بأنهم مؤمنون إلا إذا خرج إنسان وقال أنتم الحق وما سواكم باطل. فمن قال أن ما سواكم من منكري السنة النبوية أو هذا الأهبل صعب أو غيره أو غيراته فليراجع دينه،
فليراجع. نحن الصح وباقي الناس كلها خطأ. فمن عنده دين غير دين أهل السنة والجماعة ويقول بأنه صحيح فليأتي لنا ويقول ديني أصح من دينكم. إذا موجود هذا صعب يحصل طيب. مشان ما يجي يسب. مرة سب عائشة وسب معاوية وسب تفضل يا أبو خالد الحمصي، تفضل مداخلتك، بس حلاوة الجبن حموية. إذا قلت حمصية راح يحضرون. بلشنا. السلام راح عليكم ورحمة الله وبركاته. حموية. والله يا شيخ ابو البراء كتبت لك حلاوه الجبن حمصيه، طلع لي واحد من الكويت اخونا من الكويت قال حلاوه الجبن كويتيه، قلت له طول بالك نحلها مع الحمويه اول. ابو خالد شيخ ابو عمر يا ابو خالد يا ابو خالد شيخنا ابو عمر يا ابو خالد كان شاميه روعه. واحده ابو خالد كان طولنا شبرين ما نطلع شبرين، نقول لاهالينا بدنا حلاوه حمويه، وروا لعندي السنوره مدري شو كان اسمه ونروح. وانا يوم اللي رحت سلوره اخي الكريم السلوره عندنا بحمص. بعدين خلي لا هذا فرع. لا الاصل بهم حمويه، ما بدنا لا نلف ولا ندور عمي ابو خالد. فسالنا على الحلاوه طيب انا بعطيك الحق، اعطيك كلام الحق. طلعت الحلاوه الحمصيه شيء ما يستطيع الحموي يقول هي الحلاوه إلنا. اما الحلاوه بالجبن قطعا بالاتفاق المجمع عليه تلقته اهل سوريا بالقبول. طيب. انها صناعه حمويه ومن الحاضر كمان يعني نحن ما نداهن خلاص. طيب تسمح لي اتكلم؟ شامي ما بتحسن تقول عنه حمصي. تسمح لي اتكلم؟ برازة والغريبه شامي. بس ادافع عن حالي. تسمح لي اتكلم يا شيخ؟ لا بالدليل والبرهان. ابو خالد بالدليل ابو خالد طول بالك. بالدليل. شيخ ابو البراء خليك عم تقصص بزر، خليك عم تاكل فستق شيخ ابو البراء. لا طول بالك ثواني. طيب اعطي حجتي بعدين تكلم يا اخي. لا يا عمي لا. حصرت عليكم يا الحمويه يا ابو البراء، يا حصرت عليكم. هي هالحلاوه الحمصيه واهل سوريا بده يخلصوكم يعني يسرقوها من عنكم، لكن طالما انا موجود والله ما يستطيع احد يقول الا الحلاوه الجبن حلاوه حمويه وليست حمصيه. انا معكم. طيب دوري. اعطيت مداخلة ما اعطيتني مداخلتي. دوري حتى الذكاء الاصطناعي يقول لك انا حمويه. هات لا نشوف شو عنده. تفضل هات. طيب دوري يا شيخ ابو عمر انت احكم، بس لا تكون يعني عنصري لاحد من الناس، لا كويتي ولا حموي ولا حمصي ولا كذا. نحن نعترف ان المواد الاوليه نعم من حماه، ولكن هن يعني ما اجوا واخذوا هالمواد الاوليه الخام تمام، الجبن والحليب واللبن وكذا مشتقاته تمام، وما عملوا هذه الحلاوه، ولكن نحن اشترينا هالمواد من حماه وعملنا حلاوه الجبن، فنحن ابتكرناها. يعني انتوا اخذتوا المواد تمام، فما يقولوا لي ان حلاوه الجبن حمويه. لا شو لا حتقول لي. نعم. رح تقول لي كمان الميات اللي كانوا عم ياخذوها الحما يساووا حلاوه الجبن، ميات العاصي ماخوذه من حمص. هلا شوف، لو قلت ميات النواعير، ميه العاصي ميات النواعير من حمص، انا والله ما استطيع ان اداهن ابدا، اقول لك والله مية حما حمصيه. العاصي من عندنا هي وحده العاصي من عندنا. لو بيقطعوا عنكم اهل حمص بيقطعوا عنكم المي بتموتوا عطش. لذلك اذا كبروها الشغله يا اهل تمام وحده ضلوا يقولوا لكم الحلاوه. سجل شيخ ابو البراء، سجل شيخ ابو البراء، سجل انه الحلاوه حمصيه، وقالوا لكم هددوكم بقطع المي، قولوا لهم الحلاوه حمصيه ولا يقطعوا المي عنكم ابدا. ابو عمر جوجل كذاب، جوجل كذاب. ابو عمر هذا الجوجل يقول لك حلاوه جوجل كذاب. انت بتاخذ دينك من جوجل شيخ ابو البراء. اسمع يا رجل اسمع. وخالد الذكاء الصناعي يعود بالشارع الى مدينه حماه. حتى بالذكاء الصناعي ابو خالد ما عندك اي شيء. خلك قاعد تصوري وين رحت؟ شيخ البراء كلمة حمصية وين راحت؟ روح يا عمي. طيب هلا انا طلعت لمداخله يا شيخ ابو البراء، طلعت لمداخله لهذا الشيخ صعب اللي طلع هلا. ايه تفضل. يا شيخ ابو عمر هذا الشيء هلا صاير اسمه الشيخ صعب، كان طلع باسم حساب صعب. مره انا فاتح بس فصعد عندي كونه اني من بلدي وكذا قال لي اعطيني اشراف. شو بالله عليك على اللعب علي،
والله اعطيته لاني ابن بلدي اشراف وكذا من ساعه اللي اجى يحاور السبع المثاني قلت له هي بتفيدك بعقيدتك يعني بتزيد او بتنقص مثلا؟ والله ما بتزيد ولا بتنقص. طيب اعطيني اني اي شيء مثلا بيأثر على الدين بهالسبع المثاني. المهم من ساعه اللي شاف اني ما في شيء للحوار يعني قابل للحوار نحن والمحاورين ما اخذ الاشراف، حظرني وحظر البث وحظر الموجودين وصار ينزل وطلع كيفه، يعني غدر فيني. تمام. فهذا بده يعني يعطي غلوف ملحد، انا بعرفه ملحد يا نعم شيخ. بده يعطي غلوف الدين. نعم ابو خالد بيقولوا مقوله ستي الله يرحمها ولدت عام 1900 وخشبه، يعني 1906، كانت تقول من حق حلاوه الجبن اصلا تونسيه. ولا ستي مو عرفانه؟ دي ستك مو عرفانه يا شيخ. هيك ستي مرة قال لك عمي اصلا هي من تونس بس هن اهل حما بيقولوا واهل حمصيه من عنا. شو رايك انت؟ طيب اخونا من الكويت قال حلاوه الجبن كويتيه، شوف طلعت برات سوريا برات وسط الخليج. لك اخي حمصيه بدنا حمويه بس نيجي لعندك على حمص يا ابو خالد بدك ناكل صدر هيك صدر حلاوه حمصيه وبس نروح لعند حما بنقول له الحلاوه من عندكم طعمونا صدر وهيك نلعب عليكم انتوا اثنين ناكل صدر بحما وصدر بحمص. نحن اذا جيت لعندنا شوي من طعميكم حياك الله بس شويه بنازل. شو يعني مستوي بحالك يا شيخ ابو عمر او بس بالشام؟ لحظه يا ابو خالد، لحظه يا اخي، لحظه يا ابو خالد، خليني قبل ما اروح انام. افتى ثقة المحدثين وفخامة وين بدك تروح تنام؟ انا صار لي اكثر من 10 ايام يسجلوها ابو خالد. انا بسوريا. استنى يا اخي يا ما هو استنى ابو خالد عم يسجلوها. يلا سجلوها وانا مبتسم. افتى فخامة المدققين حلاوة الجبن حمصية يا اخي نزلوه، خلي يقول الفتوى، نزلوه يا ابو خالد. لك عم يعطل لسه هذاك بيسجل وبيرجع بيقطع، بيسجل وبيقطع. ايش هذه يا ابو حمزه؟ ايش هذه يا ابو حمزه؟ ايش هذه؟ هاتونا شاي يا شباب. افتى ابو عمر الشامي فخامة المدققين ايوه العلامة الثبت الثقة البحر الجهبذ أن حلاوة الجبن منشأها حموية وأن الحماصن فضحونا. راح لعندهم مولانا أحمد الشرع كاسة مي ما شربوه، راحوا لعند الحموية ذبحوا له 7 جمال. خلينا ساكتين يا رجل. يوم اللي صار التحرير كنتوا يا رجل يوم التحرير لك يا رجل يوم التحرير انتم ما طعمتوا لا حلاوه جبن حمويه ولا طعمتوا شيء اجى لعنا المحافظه. يا حماصنا ديروا بالكم علينا، عم لكم اذبحوا كم ذبيحه استرونا امام الناس. ايه انا صهركم ولا يعني في حدا هون عادي انا صهركم ولا في حدا هون. طيب انا اخذ من حما بقول يا اهل حماه ترى ديروا بالكم علي انا صهركم عادي. انا ما دخلني الان ونعم فيكم ما تغدرني انا حمصي ما تغدرني مولانا امير شيخ ابو البراء ما تغدرني يا ابو خالد. يا ابو خالد الحق يقال حما، يعني حما غير. شيخ ابو عمر لا تكون عنصري، لا تكون عنصري شيخ ابو عمر. شيخ ابو عمر لا تكون عنصري. انا ما بكون بحالكم والله بكون بحالكم. ابو عمر اسمع، اقطعوا المي عنهم، اقطعوا المي عن اهل حما بتصيروا انتوا الاول بالاول. ما بيقدروا. ليه؟ إذا قطعوا المي عن أهل حما بتفيض حمص بتطوف. نحاب الطوف لك أبو خالد؟ حولوا المجاري هيك على البراري تبعاتكم. والله إذا حولوها على تدمر. مين قال لك؟ مين قال لك؟ روح أبو خالد حولوها على تدمر. أبو خالد حولوها على تدمر وبدل ما يشربوا حول على تدمر. حول على تدمر. في نقطة يا أبو عمر، في نقطة اسمعها، هي بتعجبك. هلا لأنه حمص قرية من حماه جمعوا 14 مليون دولار. لا لحظة حمص أكبر محافظة. لحظة أكبر محافظة في سوريا حمص. أنتوا عنا ضيعة. أنتوا عنا ضيعة. بدي كمل. أنتوا عنا ضيعة. لأنه أنتوا عنا ضيعة. أنتوا ضيعة قرية. أنتوا خليني أكمل. ليش خايف أنت؟ هدي شوي. لأنه يا أبو عمر حمص ضيعة من ضيع حماه لما عملوا التبرعات. اسمع يا أخي، جمعوا 14 مليون. أما حماه لأن هي المحافظة والحاضنة جمعت 211 مليون.
احسنت. كانت الدوله العثمانيه ابو خالد، كانت الدوله العثمانيه حاطه والي بحما ومش حاطه والي بحمص. كانت حمص تابعه للوالي بحما. هاي على زمان السفر برلك والاخذ عسكر. يا ابو خالد والله لا تفوت معنا. سيدنا خالد وين كان؟ كان بحما ولا بحمص؟ انا ابو المجد. سيدنا خالد وين كان؟ ابو المجد تايجر كان بحما ولا بحمص؟ ابو عبيده الجراح وين كان؟ لا واحدة احكي عن خالد. سيدنا خالد، سيدنا خالد ابو عبيده الجراح حي في غور الاردن. سيدنا خالد واحدة استشهد بحما. والله ما تغدروا لي انتوا اثنين يا شيخ ابو عمر، انت والشيخ ابو البراء. اجوا الحماس يلا اعطوني الشيخ، اعطوني سيدنا خالد وين كان؟ هو الاصل ما الشيخ ابو عبيده وين كان؟ مات بحما. ابو عبيده لا الاردن في غور الاردن استشهد رضي الله عنه. ابو عبيده استشهد في غور الاردن. وين كان يقاتل؟ وين كان يقاتل الشيخ؟ وين كان يقاتل ابو عبيده بن الجراح؟ وين كان يقاتل سيدنا خالد؟ في غور الاردن. هيو انا في انا بعدين انتم ابو خالد بحمص عنكم علويه كثير، نصيريه عنكم علويه كثير، يعني شلون بده يكون؟ هذول حما ما فيها. كل حما درت على الماتور، كل حما من 30 سنه، من 30 سنه، ها 25 سنه ما وجدت علويا واحدا. رحت على حمص. مين قال لك مين قال لك؟ الريف الغربي، الريف الغربي تقريبا كله علوي. الريف الغربي وين ما في بكل الريف الغربي، الريف الغربي بحما علويه. لا هذاك الريف نحن ما هي قريه واحده. الريف الغربي هي قريه واحده. سلحبوا ما سلحبوا. هي قريه واحده اسمها ارزاق. اسمع هي قريه واحده. شطحه وجورين. هلا مصياف شطحه وجورين شو جابها؟ يعني بدك تلنا قريتين علويه. لا عندك لا يا شيخ ابو البراء، ما تعرف اصلا بحما؟ معلم عندك سلحب وعندك ميصاف وعندك مصياف اسمع اعوذ بالله. ريفك الغربي بس تسمع ريفك الغربي ما بدنا نحكي. خلي ابو خالد طابق مستور عن الريف الغربي. ابو خالد الريف الشرقي طابق مستور. المخرمات وما ادراك. اي والله اي والله مضبوط كلامك يا شيخ ابو البراء. ايوه نعم. يعني صادنا ابو علي مختلف يعني. لكن الحمد لله اصبحت ما شاء الله كلها بمحافظاتها، وحمص وحما كلها محافظات ومدن وصعد ابو علي مختلف سنيه. اهل السنه والجماعه هم من يحكموها، والامن الموجود في حما وحمص كلهم من اهل السنه والجماعه. هذه منه وفضل من الله سبحانه وتعالى. يا رب مختلف. الحمد لله رب العالمين. الله عليكم السلام. نحن فيعني احنا بالنسبه والله شيخ ابو البراء هيك مشتاق كثير الشيخ ابو عمر. ماني والله، وانا في شوق لكم يا ابو خالد ولجميع الاخوه. يعني سبحان الله انا وابو عمر قريبين على بعض. والله يا شيخ انا صار لي انا وابو عمر بيننا يمكن 10 فتره والله ما فتحت. والله ما صار لي شوف. شوي هيك سبحان الله. الله المستعان. اي بالله. لكن ان شاء الله بهاليومين نزوره. عم تسمعوا الشيخ ابو البراء عم يتقتل مع ابو خالد. حي الله ابو علي مختلف عم يتقتل مع ابو خالد على الحلاوه حمصيه. خلي ابو خالد خليك. وانه اول حلاوه حمويه. هلا اذا رحت لعند ابو خالد قلت له الحلاوه حمصيه بقول لك لا والله الله لا يوفق اللي قال انه حمصيه حمويه. بتقول عند ابو البراء بتقول له وين صدر الولايه بقول لك هي حمصيه. كنت جاي من الشام على حمص. ليش ما اكلتها بحمص؟ انا بطلع لحظه وقت الجد كل واحد بقول هي حمويه وهي حمصيه. اما الان كل واحد بقول هي لحظه يا ابو عمر. روح على حما. لحظه روح على حما. راح تاكل صدر شعيبيات وراح تاكل صدر حلاوه الجبن. مو بس حلاوه الجبن وشعيبيات. ايوه شعيبيات هي ان شاء الله. شعيبيات حول عند بيت كيزاوي هنيك لعند بيت. ايوه شعيبيات بعدلب. طول. انت لا الشعيبيات كمان حمويه. خذ عاد اخذوها من ادلب. لا الا الشعيبيات ما حدا يسترجي يقرب على اهل ادلب. الا الشعيبيات ما يسترجي حدا يقول انه اهل الادلب الشعيبيات مو إلهم ابدا ابدا. لا يا عمر والكبي. خليني اقول لكم شغله. شعيبيات ادلب معروفه شو والكبي شعيبيات ادلب. لحظه صح الكبه شاميه بس وحلبيه بس اهل الحلب بيعملوا هيك كثير. والله يا عمي احنا ما عندنا مثل شعيبيات ادلب. طيب يا شيخ ابو عمر ما نبرهن لك الكبه حمصيه ولا شاميه؟ صار ما عاد بده شعيبيات حمويه. فرجيني قرص كبه هلا.
فرجيني خرس كبه هلا اذا شاميه. ما عندي. حلبي بيفطر وبيتغدى كبه. لا والله حلبي. لا يا ابو علي، يا ابو علي، ابو علي شو الكبه يا ابو علي؟ دقيقه، ابو علي شو الكبه؟ كبه حلبيه معروف. حلبي جاي وحلبي موجود. نحن اهل الشام بنسويها، لا تخيل هي، لكن هن بيسووها كثير. لا بنعترف مو شرط. لا بس ثواني شوي. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا نحن بنعترف الكبه حلبيه. الكباب لحلب. اول مره بشوف حمصه عم يقول يعترف الكبه لحلب اسمها كبي وبانواعها. كبي يا اسمه كبي مضبوط. انا بحوصل لك شغله عن جد الكلام مش هي. ابو علي بالنسبه للكبه او الكبه او الكبه الى اخره، ما بتقدر تقول حلبيه، حمصيه، حمويه، شاميه، لانه كل اهل سوريا بيشوفوها بيسووها. انا شفت من كام يوم حرمه هيك لابسه هيك صح كبيره بالعمر عم تساوي دبابه. صار عم بالدبابه كبه نيه. ما بيسووها. انا راح فرجيك اياها على الواقع. امي ما كان يسوي لنا، لكن هي ما الكبه ما مختص فيها بلد معين. هلا خلينا نحكي ابو البراء. الباطل روح قول انت عم تشوش كثير. الباطرش هل يستطيع ان يقول احد الباطرش مو حموي؟ يلا الكشك شامي حموي، والكشك شامي. الدباركه إدلبية. في اكلات معينه اختصت محافظات دون غيرها، لكن تيجي تقول المشاوي والكبه والشاكريه والمدري شو، هاي اكلات شاميه او حلبيه؟ لا، هي اكلات كل اهل سوريا. فاصوليا، شوف الملوخيه اكلت مين؟ اكلت الشعب السوري كله، اكلت بلاد الشام واكل مصر، ما اختصت دوله عن بلد. نعم. اصبعه الباطرش حموي. خلص هذا حموي. حراق اصبعه. شو هذا يا اخي؟ حراق اصبعه. حراق باصبعه. والله نحن بالشام بنطبخه كثير، بس ما بعرف اذا بتاكلوا انتم. ليك شلون؟ شوف اذا ما بيسووا بحلب ولا بيسووا بحمص، ونحن بنسويه بتمر هندي. اذا ما بيسووا بيكون اكله شاميه، اما اذا بتسويه محافظات اخرى ما يعد اكله شاميه. والله قبل كم يوم برمضان كنت معزوم عند جماعه، فالرجل صديقي شروى ابو عمر يعني في معزه، فقال لي شو جاي على بالك على الفطور؟ قلت له بدي حراب اصبعه شامي. عاملين حراب اصبعه فيه قطع العجين، فيه كم شغله بيجنن والله ظريف. اي والله. والكشك 12 كمان ظريف. من في الارض يرحمكم في السماء. انا بتحداكم اللحم بكرز لمين بلا منازع، حلبيه بلا منازع. حلب ما يطبخها الا اهل حلب، فاجباري حلب ما يستطيع. ثواني شوي. انا حلبي بس لحظه. انا حلبي لكن عن الحلاوه وحلاوه الجبن. احنا بالعراق والله كتلونا الشيعة بالهريسه رحمه لوالديكم. ممكن تغيرون الموضوع؟ ترى حلقي قام يسلك. قمت على سوريا قسما بالله شو بتشتهي لطعميك، والله لا اخذك وين، شو بتشتهي لطعميك، مع انه الهريسه بنطبخها نحن واكله فاخره. نحن عندنا بيطبخوها على الاموات، لكن نحن ببيتنا ما بنطبخها على الاموات، بنطبخها ببيتنا بس يعني بالسنه مرتين ثلاثه، لانه اكله هي بالاصل مكلفه. بدك تدب لحمه كثير وما تتاكل واحد واثنين، بدك تعزم العيله وعيله العيله الى يوم يبعثون، فبدك مئات الدولارات مثل ما بيقولوا لحتى تطبخ الطبخه. طيب شفتوا الكبه ولا ما شفتوها؟ اللي بعثت لكم اياها على الصوره فيديو. لا شفتوها؟ حمصيه، كبه حمصيه. لا فتحت لكم كاميرا. ثواني خلونا نغير لكم جو. شايف؟ وراحت حافيه وفي طلعتها كم صوت نزل على ظهرها. الزم روحك شويه لان الابيات قاسيه وما اريد اوقف فيها. لا انت تقدر ولا انا اقدر. افتر في ظلام الليل
قوة وشفت على الثرى مرمي واقول انه هو مو هو. لا تبكي يا ابو عمر، لا تبكي. عند الشمر وياي، عند الشمر وياي، يجبنا الحرك سوا، ضربني الشمر يا اخويا وصوته بمدني يتلوى. ارحم روحك ارحم روحك ارحم روحك اقول لك، والا امشي ما كمله. فرجت عبايتي عالقاع، فرجت عبايتي عالقاع يوم العاشر بعاشور، وقمت اجمع وصاله وشفت الشم ضلع مكسور. الا منزل راسه ابو سيده بس يجي راسه، خليه يشوفني ايش اسوي، كان ينزل راسه. شلت شويه من قلبه وشلت الخنصر الممدود، بس الراس ما شفته تحت المنخر قمت عاتب العدوان يا علي يا علي، قمت عاتب العدوان يا اخويا وشفت رجل الخير. قمت عاتب العدوان يا اخويا وشفت رجل الخيل، قميصك في حوافرها تدوس من الظهر. سوق حالك ابو عمر، سوق حالك اخوي. خلاص ما لي دوام، خلاص والله ذبح اخر بيت. وين الناصب الخيمه وينك اللي استشرتني، وينك اللي كلها طلعين، وين الناصب الخيمه، وين اللي كان يحرسني، وين العدل الهودج قعدني وجلسني، امس عباس يحرسني اليوم الشمر يحبسني. تعب والله تعب والله، اعطني مهله امس عباس يحرسني صار الشمر يحبسني، اركض والشمر يركض برجله يقوم يرفسني. اولا حبينا هيك نغير لكم الجو. ذكرني بالعتابات الإدلبية لأحمد السراقبي. نعم. في واحد تحت شو كتب: أنا محتار يا شيخ، أنا شيعي محتار، بدي حدا من المشايخ يهديني، وكاتب اسمه جلال السلفي. لا صعدوه، بده يطلع يسب ويشتم لأنه نغاص أننا نستهزئ بهذا الذي سمعناه، وهو ما أدران يقول نعم هذا هو دين محمد. مين يقول لي يلي نصب الخيمة، وقاعد عم يضرب عتابات وسويحلي واخدها من لون النغم السوري. هل هذا دين؟ هل بعث محمد من أجل ذلك؟ هل الأئمة عليهم السلام فعلوا ذلك؟ هل الصحابة فعلوا ذلك؟ هذا دين؟ والله من قال بأن هذا دين فليراجع دينه، فليس على ملة الإسلام. كيف ينسب هذا إلى دين محمد وهو من الأغاني ومن العواطف وإلى آخره، كلها ليست لا من الشريعة ولا
من قرآن ولا سنة. أنا وإنتوا كلكم كنتوا عم تسمعوا، نحن متأثرين؟ لا، بس نحن زعلانين على هؤلاء الذين هم من العراق، عراقيين ومهابيل ما يقبل أحد. اسمه العراق العظيم أبدا. كيف طلع ناس مثل هدول مهابيل؟ تشوف أنباري، بتشوف موصلي من أهل النخوة، أهل الفهم، أهل السنة والجماعة، بتشوفوا عم يساوي هيك؟ ما تشوفوا عم يساوي هيك. لا. أبدا. ليش؟ لأنه الناس على دين صحيح، أما أنتوا على دين المهابيل. في هبلنة أكبر من هيك هبلنة. شو عم تستفادوا؟ عم تؤجرون؟ من قال لكم أن هذا أجر؟ عم يضرب عتابة سويحلية شامية إلى أسودية يعني إلى آخره. هل هذا من الدين؟ الجواب لا. أسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل. بس بدك تسكر ننزل. اللهم طيب، الله يجزاكم الخير ويكتب أجركم. أنا والله عندي صحية بكير، الله المستعان، لكن راح يكون إن شاء الله لنا لقاء بهاليومين يا أبو عمر. راح أجيك على الغرفة. يعني هلا إذا إجينا عندك مين بدك تطعمينا بالشام حلاوة حموية؟ هلا عم يبيعوها بالشام بس تبع حما. هلا اسمع هلا السيارة مضروب فيها كف رجعنا على الحلاوة. تسافر بس اسمع شوي، بس نصلحها بنطلع انا وياك بهالسيارة بنروح على حمام نشوف النواعير بعد ما مشي العاصي والمي صارت تخدق خدق، ونغيظ بعض الاشخاص ونتصور جنب نغيظ الناعورة الكبيرة. نتصور جنب الناعورة الكبيرة وبنمرق لعند عمو الجنيدي ناكل شعبيات، بعدين نروح لعند سلورة ناكل حلاوة الجبن، بعدين نروح على مطعم ما بدي اذكر اسمه بنضرب لنا بطن سمك شغل حماه، بعدين نرجع الشام. لك سمك فيه وين ما كان، بس باطر شوي. يعني مانك مارق على حمص. لا يعني مانك مارق على حمص. يعني هلا أم عبد الوهاب رح تضل بالمملكة؟ امتى رح تيجي على هالشام او تيجي على سوريا ونروح نشوفها هيك تقول عازمتكم على باطرش وعازمتكم على اسمع بدنا نساوي لها حيلة ننزلها من المملكة. طول بالك، انا وياك نتفق عليها. اذا ابو النور ما نزل ما بتنزل هي يا شيخ. بننزلها ما عليك. لك ما اشتقت بها. انا ليك اسمع لحظة ما اشتقت للنوعية والله العظيم شغلتها شغلة. لك لحظة انا عندي كلمة السر. امي بروح على دوار قصاب، ما راح نكملها، على دوار قصاب هلا بروح. لك مع انها هي الحاضر السكرتية، لك ما اشتقتي للحاضر. لك انا ما اشتقتي لأطراف انا بعرف البيت، انا بعرف البيت وينه. يا اخي الله اعلم، بجوز ابو النور والله انا اشتقت لمطعم بوز الجدي، بجوز ما له شغل بحما يعني او بسوريا. بوز الجدي هون بالشام. شوف عم تقول والله داب قلبي داب قلبي. الشيخ ابو عمر. ايه والله. الشيخ ابو عمر تفضل شيخ. والله انا مشتاق لمطعم بوز الجدي. اوه ابشر، بس تيجي على الشام بدي اخذك على احسن فرع وطعم والسباحات والله اخي تعال انت على بس عندك شيخ ابو براء ما بدي اروح على حمص. شلون بدي اروح مع ابو خالد؟ هلا انا صرت شامي يعني. ايوه اسمع خليك كل اسمع. ما فرجيتك صدرين كبه ولا لا؟ فتحت كاميرا فرجيتك ولا لا؟ هلا بس تسمع يا رجل، تيجي لهون ناخذك من طعميك لسه بمطاعم اهم من بوز الجدي اللي عند بوز الجدي. الان في مطاعم لسه اطيب من بوز الجدي صارت. انت بس تعال وما عليك. لوين؟ انا هسه عندي يومين بسوريا، عندي فرصه يومين بسوريا وبعدها طالع اسافر. انا اخي بالشام. تعال بكره. وين انت؟ تعال يا محييك الله. شيخ فهد الهاشمي. بارك الله فيك، باركم الله فيكم جميع. ان شاء الله بس تنزل يا شيخ، بس تنزل على حما وتنزل الشيخ ابو عمر يكون موجود ان شاء الله. هيك بنعملنا شيء وليمه والله. ابشر. انا ابو عمر بالشام مالك حجه. نتحاكى على الواتساب شو بدي اشوفك وتشوفني. طيب. السلام عليكم. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ام عبد الوهاب. السلام عليكم. عندي فايده بكثير فلازم الله يحفظكم ويوفقكم. استودعكم عند الله. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.